سلطت صحيفة أس الإسبانية الضوء على الحضور الجماهيري الكبير للمغاربة في مباريات المنتخب المغربي الأولمبي خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك قبل الاصطدام للترقب بين الأسود واللاروخة. وقالت أس في تقرير لها: المغرب سيكون منافسا قويا للغاية لإسبانيا في الدور نصف النهائي. إنه يحظى بدعم الآلاف من المشجعين الذين يرافقونه في كل مباراة، يبدو كأنهم يلعبون في بلدهم. وبخصوص المنتخب الأولمبي، فإن الصحيفة قالت: المغرب هو بطل إفريقيا تحت 23 سنة، ولديه العديد من اللاعبين الذين فازوا باللقب حينها مثل الزلزولي، كما أشادت بالأسماء الشابة الأخرى على غرار إلياس أخوماش وبلال خنوس. أما عن أفضل العناصر الموجودة في قائمة المدرب طارق سكيتيوي، فإن آسي كتبت: نجما الفريق هما سفيان رحيمي نجم دوري أبطال آسيا مع العين، والذي سجل 5 أهداف لحد الآن، وأشرف حكيمي الذي يشعر وكأنه في بيته عندما يلعب في باريس أو باقي المدن.